مرحبا بكم في فيديو جديد، لكن قبل البداية من فضلكم ادعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. والآن ننتقل إلى الخبر. أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن الجزائر أصبحت المشغل الأول لصاروخ الدفاع الساحلي الصيني سيام 302 في نسخته أرض بحر. والتقطت الصورة قبل أيام قليلة في مكان ما بالجزائر، وتظهر قافلة تحمل الصاروخ الصيني المموه بشكل جيد. هذا الصاروخ ذو الأداء الاستثنائي سرعته 4 ماخ وبمدى 290 كيلومتر مع شحنة متفجرة تزن 200 كيلوغرام. هو قاتل السفن، يكاد يكون من المستحيل إسقاطه بسبب سرعته ومساره غير المنتظم. وترددت الجزائر لفترة طويلة في خياراتها لاستبدال الصاروخ سي إكس واحد الصيني وبوستيون بي الروسي، واختارت في الأخير الصاروخ الصيني، وأصبحت أول عميل خارجي لها في نسختها الأرضية، وهو يعتبر من أقوى الصواريخ الذي يرعب الغرب قبل العرب.